مام مام ماما وين؟ ما تحبي ليش ما تقولي؟ صباح يا حلوين، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وبصحة وبسلامة وبأفضل حال. رجعنا فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم ويكون خفيف الظل عليكم. وأكيد مثل ما شفتوا بداية الفيديو الشمس شقد حارة. طبعا الشمس حارة والجو حار واللي يطلع عبالك عايشين بجهنم. الحمد لله وشكر على كل حال. بالصراحة هاي الأيام كلش متعبتنا من الحرارة والكهرباء. طبعا الكهرباء إذا شوية مستمرة يعني شوية نقدر نتلافي هذا الشهر. يعني هو أساسا شهر تموز وآب كلش حارات، بس ماكو كهرباء، انقطاع مستمر. السحب يعني مو مثل الكهرباء الوطنية شوي، وأول ما تطفى الكهرباء ما شاء الله راح تبدي السموم مالت الحر تنتشر بالبيت. فالحمد لله وشكر على كل حال. فهنا أنا بديت بالبداية أحضر الريوق حتى، ومن بعدها راح أروح أتسوق لأن عندي كم شغلة ناقصة بالبيت، فخليكم وياي. وهنا من بعد ما اجيت وتسوقت كم شغلة للبيت محتاجتهم. طبعا ما اسولف لكم على الحر، طبعا ما عاد روحي. فالحمد لله وشكر على كل حال. فهنا أنا عندي شغلات كنت محتاجتهم: معكرونة، بيكنج باودر، طحين. هنا أنا عندي محتاجة هاي الأكياس اللي تكون شفافة. تمام بنات، هاي تفيد طبعا بالتفريزات، فكلش مفيدة. وهنا أنا عندي جبت فاصوليا وحمص وجريش كبة وحليب. طبعا هنا أنا نخليهم بعلاقة سوداء فما أعرف وين الجريش كبة وين الحليب. المهم فهنا أنا بنات. وبالإضافة طبعا أكيد سوقت يعني مخضر للبيت، البامية والفلفل والباذنجان شي أكيد. وهنا أنا جبت سلق وكرافس. طبعا السلق أبد ما عاجبني، بس يعني جبرت إنه أجيبه، ماكو يعني بنات الصراحة هالسنة السلق يعني ما يتحمل الحرارة. السلق يعني غالبا ما تلقينه هيجي مو نوعية اللي انت تعجبك. تمام. فهنا بنات ما بديت وياكم نفس اليوم، لان شوفوا اول شي عندي سلق فاصوليا وسلق حمص. تمام. فهنا أنا سلقت الفاصوليا. طبعا أني أسلقها كلها وأقسمها وأخليها بالمجمدة. يعني مثلا يجيك خطار مفاجئ، مثلا انتي طالعة فد مكان وجيتي متأخرة ما تلحقين تسوين غداك، أو ما تلحقين طبعا تسوين تسلقين فاصوليا أو شي، فعندك بالمجمدة بس مجرد انه تطلعيها شوية تذوبيها وتبلشين طبخها بسرعة. فهذا كان ثاني يوم من يوم المسواق حتى أكون صريحة وياكم. هنا طبعا الجهال يحبون اللبلبي. طبعا هسه اساسا مو وقت لبلبي، بس تقولون يابا الجو حار. والله العظيم الجو حار بس يحبونه بكل وقت. فهنا أنا سويت لهم حمص يعني هو اللبلبي. وهنا حبيت أشارككم تجربتي بجدر الضغط. طبعا قلت لازم انزل هذا الفيديو اللي خايفين من جدر الضغط ومثل حالي. طبعا صارلي 5 سنوات من ماخذة جدر الضغط ومشتريته، واخاف انه اطبخ بيه لان سمعت انه هو ينفجر. فهذا الموضوع كلش خوفني. ف5 سنوات انا ما جربته بس مرة واحدة، سلقت بيه فاصوليا وكان الصوت كلش قوي. اول ما فار صوته كلش قوي، فرأسا طفيت النار، ومن بعدها أبد ما بلشت إنه أستخدمه. فقلت لازم اليوم أشجع وأستخدمه، والصراحة شجعني هو زوجي، فقال يعني ترى هو ما يخوف وما ينفجر. هذا الأشياء اللي سمعتي عنها غلط. أكيد هو يعني بيه شغلات يعني تعليمات إنه لازم تتبعينها
إذا ما تتبعينها بصورة صحيحة طبعا راح ينفجر. فسويت بأعظام كلش مفيدة بنات، وأنصحكم إنه تجربونها اللي ما مجربينها، كلش مفيدة يعني بصورة عامة للجسم وللعظام. وهنا أنا شاركتكم بدولمتنا طبعا للعشاء. فهنا أنا طبعا خلطتها وخليت البصل من بعد ما فتحته خليته بالقلاية الهوائية. بنات عندك راح يذبل وما تحتارين بيه وتريدين تفتحينه وتتكسر البصلاية، لا، فهاي الطريقة كلش فادتني انه خليتها بالقلاية الهوائية وبسرعة وبكل سهولة انفتحت عندي البصلاية. فهذا كان يومي، وحبيت هيجي افيدكم بمعلومات عن القلاية الهوائية، معلومات عن جدر الضغط. فطبعا أكيد هذا الفيديو لما صورته قلت يا أما أكون هذا جدر الضغط راح أستخدمه، يا أما أني راح أكون في خبر كان، يا أما راح أعيش وراح أسولف لهم قصتي ويا جدر الضغط. وهسه وصلنا للختام. أتمنى عجبكم فيديو اليوم وكان خفيف الظل عليكم وما مليتوا منه. أحبكم كلش هواي. انتظروني فيديو جديد. مع ألف سلامة.